لو عندك دبابيس فراخ هنعملها النهارده سوا غدوة سريعة، مش هتاخد منك وقت، بس هتاخدي منها طعم خطير. وهنعمل جنبها صوص بعبارة عن بقدونس فريش كده وشوية مكونات بجد هيفرقوا في الطعم جدا. ده غير ان الوصفة بجد او الطعم حسيت ان هو مختلف كده. طب ما تيجوا نعرف ايه الطريقة ومنتكلمش كتير. اول حاجه انا بجيب دبابيس الفراخ بالشكل ده، طبعا بغسلها كويس جدا، واجيب سكينه وابتدي افتح الدبوس كده من النص لغايه ما ابين العظم خالص. بصوا، كاني بالظبط بعمل لها بخليها، بس انا مش بخليها، انا بعمل لها فتحه زي الفل. بتحسي بس ان العظمه بتاعتنا هي اللي باينه. تعالوا بقى نعمل تتبيله الفراخ. جيبي ووك كده ومعلقتين كبار من الزيت، معلقتين من عصير الليمون، وحطي بقى مكوناتك البهارات، معلقه صغيره من كل حاجه، توم باودر بقى، بصل باودر، معلقه كبيره من بابريكا، معلقه كبيره من العسل، نص معلقه صغيره من الكمون، ولو عندك اوريجانو هتودي الطعم في حته تانية هتحطي منه نص معلقه، وطبعا ملح وفلفل. هننزل بقى في التتبيله الحلوه دي الدبابيس بتاعتنا، ويا حبذا بقى لو سيبناها في التلاجة. هنعمل الصوص بقى. عندي هنا كوبايه من البقدونس الفريش المفروم ناعم، وحطي عليه فصين من الثوم مفرومين، معلقه كبيره من الخل، معلقه من عصير الليمون، وعندي بقى نص كوبايه من زيت الزيتون، ايوه زيت زيتون كتير، وملح وفلفل، وسيبها شويه في التلاجة. ووك بقى على نار متوسطه، شويه من زيت الزيتون، وابتدي شوحي الفراخ وسيبها تستوي براحتها خالص. تستوي لغايه ما تحسي ان العظم او الجلد فصل عن العظمه. تمام. بعدين ما بتطلع كده بتنزلي عليها بقى من الصوص اللي عملناه، خطيرة بجد، طعمها حلو جدا. الصوص البقدونس مع الثوم مع زيت الزيتون مع البهارات البسيطة اللي عملناه مخلية الطعم خطير. ممكن بقى تقدميها مع رز، ممكن تاكليها بعيش، ايا كان هتاكليها ازاي او هتقدميها ازاي، فانت لازم تجربيها لان هي حلوة جدا. بالهنا والشفا مقدما.